السلام عليكم اخوات، جيسبر كو فوز allez bien. مرحبا بكم في هذا نوفا فيديو. هذه ان شاء الله تلقاكم بخير وعلى خير. كالعاده جيتكم بروتين وفي نفس الوقت جبتكم بقصه كيما تبغوها. مرات التسجيل يكون وحده من بعد نضيف الروتين، ومرات نكون مسجله القصه ومن بعد ندير غير مشهد تشوفوه فقط. قصة تاع اليوم راح تعلمكم نتوما المتزوجات ولا العزبات المقبلات على الزواج، راح تعلمكم باللي الثقة ماشي في أي إنسان تقدري ديري ثقة وتقدري تنغدري ولا يأذوك ناس تكون تضحك في وجهك ولا يضحكوا معاك وانتي ما درتي فيهم الخير، ولا تضحكي معاهم عادي وما درتي لهم والو، يعني هما التوالى اللي تشكي فيهم. قصة تاع اليوم تبعوها للتالي وتبعوا تفاصيلها على خاطر مهمين بزاف، وكاين أحداث اللي تخليكم تتنبهوا في حياتكم وتفضلوا. نروحوا بلا ما نطولوا لحكاية اليوم معاكم بالقيس للقصص، ونروحوا لحكاية اليوم. حكاية اليوم تقول: أنا ناعمة اللي عمري ما تنعمت في حياتي، بغيت نحكي لكم اليوم حكايتي تدوها درس وعبرة. أنا ما قريت، ما عندي دبلوم، ما عندي والو. حنا 5 خواتات في الدار، عشنا يتيمات الأب. كان كل مرة يتقدم شاب ولا راجل هكا يكون ببلاصته ولا خدام ولا في أبسط الشروط تاع أي فتاة يقبلوا به دارنا ويقولوا لنا باللي جاكم خطاب، وهما يكونوا قابلين، وإحنا دايما نتبعوا ريانهم. كيما أختي كبيرة زوجت، زادت أختي اللي موراها، حتى جات التور تاعي أنا الثالثة. خطبني واحد، شرط عليا نرفد دماه، شرط عليا نقعد في دار العائله بلا ما نشرط داري، يعني مع مرور الوقت. كما نشوفوا مؤخرا في الاول يشرطوا عليهم يقعدوا في الدار مع العائله الكبيره، ومن بعد كي يروحوا يبداو يقولوا ديروا لنا ديارنا وحدنا. قال لي باللي هذا السيد اللي خطبني قال لي شوفي هو الوحيد يعني تاع الام تاعه، عنده 3 خواتات، 2 متزوجين والصغيره كامل لا. المهم قلت لكم باللي هو الوحيد كما نقولوا الشير الوحيد في الدار عندهم. انا ما جانيش يعني بروبليم على خاطر الام تاعه انسانه ما شاء الله غير تضحك، خواتها ثاني ناس الله يبارك. اصلا ما عنديش هذيك الفكره المسبقه ولا عشت يعني حاله قدامي تاع مشاكل ولا. المهم عندي يعني نظره مليحه بالنسبه لدار العائله، بحكم احنا ناس ما شاء الله وعايشين معنا كناينا عادي وعرايسنا عادي. قبلت الحمد لله تزوجت ورحت لداري. كنت دايرتهم يعني خواتات راجلي، كنت دايرتهم كيما خواتاتي، نبغيهم نموت عليهم، حياتي نمدها لهم، اللي يبغوها نديرها لهم. كنا في الاول كنت غير انا كيما نقولوا شاده الكوزينه نطيب ندير كلش. من بعد عجوزتي شفقت عليا، قالت لي غيرتي راكي طيبي، تدخلي مع اختك الصغيره. كما نقولوا خط راجلي الصغيره تقول لي هي اختك الصغيره. قلت لكم عندهم واحد الكلام معسول بزاف، غير بنيتي خيتي اختك، ما تقوليش يعني سلفتك ولا حماتك، تقول لي اختك. صدقوني الا كنتوا يعني بتعلنوا الحرب عليهم تطفيكم، يعني تخليك تمشي بنيتك الى ابعد الحدود. معامله طيبه، كلام حلوك السكر، ويعني يحسوا بك بزاف صوالح يخلوك يعني بالسيف عليك تمشي بنيتك. حتى الزوج كان ما شاء الله عمره ما حطوني في موقف، يعني هادو على السنوات الاولى دوك نحكي لكم غير بشويه، عمري ما حطوني في موقف يعني اللي خلاني نشتكي له ولا. حتى انا كما نقولوا حاطه على روحي ونساعف، ويعني فاتت الحاله بدون مشاكل. وكما قلت لكم هذه الدار الكبيره، وعجوزتي عندها خواتاتها، شيخي عندها خاوته عندها خواتاته، وكامل يتلايموا في الدار تاع عجوزتي. خطرة عمة راجلي تجي هي وراجلها وولادها ويجوا، بحكم نسكنوا حدا البحر، كانوا يعني كل صيف كما نقولوا من ماي يروح حتى لسبتمبر، واحنا الضياف ما ينقطعوش عندنا في الدار من ماي جوان جويي اوت سبتمبر، الضياف ما ينقطعوش. وكان كل ما يبغي يجي خال راجلي ولا عمة راجلي ولا عم راجلي يجيبوا ولادهم نساهم ويجوا يتلموا لتم. يعني ماشي كامل يتلموا، كيما نقولوا خال راجلي من يجيب مرته ويجيب ولاده، وهادوك 2 خواتات راجلي اللي متزوجين تاني يجوا باش يتلاقاو مع خالهم ويشوفوا مرت خالهم وبنات خالهم. كون فاهمين؟ بصح في الكوزينه ما يدخلوش، يعني يجوا كما نقولوا يتلاقاو ويقصروا يجمعوا، والدار كانت غير عليا. بصح بالعكس انا كنت محرومه من هذيك اللمه، هذاك الضحك، هذه الزعاقه، وهما اصلا بكلمه يحشوها لك: سعدي بنتي روحي ديرينا ديك الحاجه، سعدي بنتي حطي من الناس. المهم كانت لينا غير بالقدر.
وانا هذيك الكلام الحلو ما نقدرش كما نقولوا نقول باللي راهم يهضروا معايا غايه، طلبوها مني كما نقولوا بادب وكامل، ندير لهم شباغين. كنت نقول لكم باللي كي نوض الصباح على 7 وانا ندير في الكاطو، نوجد فماعين، نجبد السيرفيسات، نرد الاخر اللي مهرس نرجعه. المهم من 7 تاع الصباح حتى ل 11 تاع الليل ولا 12 تاع الليل نرقد مهرسه. بصح مكاش اللي حسن عوني. وما نكذبش عليكم، عجوزتي كانوا كيما نقولوا طامعين فيها بزاف ولا مستغلينها بزاف، يجوا بيهم بنسانهم بولادهم يدوهم للبحر، هي اللي تخلص عليهم الكلو، هي اللي تخلص عليهم الماكله اللي يدوها معاهم، هي اللي تخلص عليهم كلش. يعني كامل المصاريف وكامل كيما نقولوا لا فاكتور تخلصها عجوزتي عليهم. عليهم على هذيك يبغوها ويميلوا ليها وعلى عام عندها. نهار اللي يكون راجلي خدام يروحوا في الكلو وهي تخلص عليهم، وحتى خواتات راجلي هذوك المتزوجات يجوا بيهم بولادهم ويروحوا معاهم، يكروا 2 الواطه 3، المهم يروحوا كامل في رحبه. راجلي كنت نقول له نروح معاهم، يقول لي لا ما نقبلش. كيفاش الرجال معاهم تروحي انتي؟ انا كراعي لك راك، النهار اللي نروح انا تروحي معايا. يعني كي نديهم بلوطوتي تركبي معايا ونروحوا، بصح كي يروحوا هكا وحدهم غير ما كان له. ويهضر معايا كيما نقولوا باسلوب، يعني يقول لي نعطيك حقك بصح كي تكوني معايا ما تروحيش مع اي كان. واي يعني اي راجل يقدر يقول لك هاد الهضره. كنت منحيش نقول بالك عندها الصح وراش باغيني نركب مع خاله ولا عمته ولا راجل عمته ولا، المهم كنت نقول قرعتها نركب معاه هو. قلت لكم نهار اللي ما يكونش خدام كيما نقولوا بالويكاند ولا اليامات اللي يريح فيهم، تجي عجوزتي تقول لها شوف فلانه راهي جايه اليوم على عمته ولا خالته ولا اي وحده ولا اي ضيف يكون جاي، تقول لها باللي راهم رايحين للبحر وراهم رايحين يحوسوا، ماشي شرط بحر، نقولوا مثلا جو كاع في الربيع يبغوا يحوسوا راهم رايحين، انت اللي يقلك تروح ترفدهم تديهم تدور بهم. وبحكم هو الوحيد ما يقولهمش كاع لا، يقول ما يقول لها غير واه ما يقولهاش كاع لا، حتى كما نقولوا هذاك النهار تاع راحه بالنسبه ليه. بصح هما كلاو له هذاك النهار تاع الراحه زعافه يرد فيا انا، يقعد غير يشنف عليا، يقعد يزكي عليا، يقعد ماشي عاجبها الحال. اللي نورمالمون يقول لهم هما ما ديرونجونيش في هذاك النهار اللي نريح فيه، بالعكس هما يروح يجري يلبي لهم كامل شراهم باغيين خواتاته. بصح هذاك الزعاف تاع كي خسروا لها نهاره يرده فيا. خطره عمته جات وجابت بناتها وكانوا غير هما، وكان يعني كنا بالويكاند وذاك النهار ما يخدمش فيه راجلي. عجوزتي قالت لها شوف اليوم تديهم، قال لها واه. وانا بحكم قال لي بلي ما تروحيش معاهم، النهار اللي نروح انا بلوطوتي التم نديك. قلت له بلي اديني معاك اليوم باش انا تاني نستهوى شويه ونقعد غير مع التخمال غير مع التوجاد، نقعد غير نوجد لهم كل خدامه، على الاقل يكون عندي نهار انا تاني نروح نشوفهم كيفاش يديروا كيفاش يلاخروا. قال لي صح اليوم تروحي معانا. شوفوا رحت للكوزينه وبديت نوجد، ومن الفرحه وليت نطيب بالدوبل، طيب ونحط. جاو وحده تقول بلي راح ندير هادي، وحده تقول انا راح نلبس، وكذا قمت فاهمين فيما بيناتهم شي يلبسوا، الاخرى تسلف لها الاخرى تمد لها، على اساس هم رايحين وحدهم كيما العاده. حتى قلت لهم بلي انا ما تمدوليش بور كاينين نعوم به خاطش ما عنديش، وجامي رحت للبحر يعني وهكا وعمت وقعدت وكومبيت وقعدت. الا عندكم واحد زياده عطوني. التم نخلعوا قعدوا يشوفوا في بعضهم ويشوفوا فيا، وبعد قالوا لي غادي تروحي معانا. قلت لهم على ما نروحش معاكم بنروح معاكم باسكو اللوطو اللي راح نروحوا فيها تاع راجلي. شغل حسيت باللي ما عجبهمش الحال، ومن بعد داروا رواحهم نورمال. المهم قالوا لي لا ما عندناش الزياده رانا جايبين غير حسابنا. قلت معليش بالبدعيه وندخل نعوم. المهم قلت لكم وجدنا درنا كلش ومن بعد رحنا. كي رحنا انا نخلعت التم واش من يكوموندو ما غير داين الماكله تاع الدار، بصح يكوموندو بيتزا، يكوموندو طاكوس، يكوموندو لاتي، يكوموندو كلش. يعني هذاك التعب اللي كنت دايرتها في الدار زايدينها عليا غير في باطل، كانوا قادرين يخلصوا على رواحهم بلا ما يتعبوني ويعيوني. التم بديت نفهم وليت نقول يا سما راهم بدراهمهم يزيدوا يشروا هذاك التعب اللي نتعبها في الدار، وهذيك الماكله اصلا تتعاف، علاه انا نعير روحي ونتعب روحي ويزيدوا المصروف على راجلي. اصلا هذاك المصروف راجلي هو اللي يصرف في الدار، راهم زايدين غير علينا. انا ما هدرتش كامل، كملت معاهم كليت معاهم. كي كملت رحنا رجعنا للدار، دوشنا وجدت لهم القهوه وهما قاعدين غير متكسلين راقدين، وجدت لهم قهوه حتى جا الليل. كي جا الليل
راجلي قلت له واش نخبرك حاجه، قلت له بلي شفت كي راحوا قعدوا يشرو هذاك التعب اللي انا نتعبه في الدار وانت المصروف اللي زايدها على روحك علاه. بدا يطير يقول لي تيش دخلك انت علاه راكي تحوسي عليهم يشرو بدراهمهم تيش دخلك. قلت له بلي واه يشرو بدراهمهم بصح هذيك الماكله اللي طيب في الدار علاه راهي غير خساره، راهي اصلا نصها قعدت نصها تصدقوها داروا رواحهم الناس كرمه وقعدوا يصدقوا على الناس اللي ما عندهمش الماكله تما. انا نخلعت حتى القطوطه ولا يمدوا لهم الماكله اللي طيبتها انا في الدار، ماكلتي ولا تروح للقطوطه باسكو عافوها. قال لي حنا نطيبوا في الدار بلي حنا كرمه ونكبروا بالضيف، هما لا بيزيدوا يشرو الله يسهل عليهم بصح انتي طيبين لهنا اصلا ديجا نيرفيتيني. هذا نهارك التالي مزيج تروحي معاهم نروحوا وحدنا وصاي، نهار اللي تبغي تروحي نديك انا وياك ونروحوا بصح ما تروحيش معاهم. تخيلوا باللي الهضره كامل اللي قلتها له راح ووصلها لخواتاته، قال لهم باللي راحت وشافت ما تزيدوش تقولوا لها تروحي ولا تزيدوا تحكوا لها علاش واش راكم ديروا مع لا فاميلي اللي راكم تروحوا معاهم ولا سكتوا خلوها ديروا روحكم نورمال. هما بالعكس قعدوا غير يضحكوا معايا يزعقوا معايا يحكوا لي يلبوا يهضروا على لي غوسات يلبوا يهضروا من بصح ما يتجبدوليش كامل الطالع تاعهم، ما يجبروليش كامل شنو يروحوا يديروا وين يروحوا ولا شي يديروا. المهم حسيت روحي كي الكلبه في الدار. موراها ماشي بزاف بديت نحس بالتعب ولا تحكمني لانيمي، وليت نقول لهم بلي يا بن عمي لانيمي حكمتني عجوزتي ونحكي لها ونشتكي لها نقول لها بلي مرضت هكا تشوفي راني مرضت راني غير نطيب لهم ندير راني نقول لكم على العام على العام على العام على العام الضياف على العام داك التعب غير عليا. قلت لكم من 7 تاع الصباح حتى 12 تاع الليل وانا نجري في هذيك الكوزينه وفي هذيك الدار، ولادهم يبدلوا لهم يخلوا لي كوش انا نرفده، دراهواتهم يتعشوهم لي انا نغسل رفد من خمل من سيق من. المهم كتافي وظهري يطيح على جالهم. بديت نحس باللي صحتي بدات تدهور، بديت نكحال بديت نشيان، هم يقولوا لي راكي تكحالي ديري الماء زهر في وجهك ديري الماء ورد في وجهك. بديت ناخر بدا الحب يخرج لي في وجهي، بديت نشيان قلت الله الله مدحتها حتى رجعت كي الكلبه، رجعت ناقصه كي الهيكل العظمي. تخيلوا باللي راجلي ولا كارهني ولا يقول لي ماكي كحاليتي ماكي درتي كيما هاك، وانا نقول له هذا غير التعب. قالت له هي غير في مرضي، نقول مالي صرالي هاك مالي صرالي هاك ما طبيب لا طبيب، نداوي في لانيمي نجري لهادي نجري لهادي وانا غير نزيد نشيان هاكاك. وقعدوا يحشوا لي غير بالهضره معليش تروحي معانا معليش كيما هاك، وانا نقول لهم حي عليا حتى نقدر نوقف قبل حتى نقدر ندير هذيك قبل. وعجوزتي ما حارتش فيا ونورمال تقولي نوضي وجدي فلانه راهي جايه اليوم ببناتها نوضي وجدي فلانه راهي جايه. انا من نجي نوض نوجد لهذاك الضيف حتى الروح تاعي تبغي تخرج. جامي راجلي دخل ولقاني مستيكي الله الله ولا لقاني ماشطه شعري دايره بالياج ولا كش ما دايره شعري غير الشيب فيه. حالتي حاله ما نحكي لكمش، وليت كي البونيشه في الدار كي الخدامه، نقضي شويه ونروح نتكسل نقضي شويه ونروح نرقد نقضي شويه ونروح نتكسل. المهم وليت كيما العجوزه ولا كيما الشيبانيه، شبوبي راح لاطاي راحت صحتي راحت. المهم وليت كيما الكلبه، المهم وليت نجري غير بالعقدات ناكل العقدات ناكل لي فيتامين على اساس نرفد روحي شويه. مين يقولوا لي تروحي معنا نقول لهم ودي غير بعدوني انا شي يوقفني انا نوقف في الشمس هذه كاع ما كاش منها اصلا وجهي حال. انا جابوني كي البوبيه كنت بيضه كانوا مخلوعين في شبوبي. موراها قلت لكم وليت كحله راجلي يقول لي مالك كحاليتي حتى هو عافني حتى هو وليت نبان له كاع ماشي شابه وليت نبان له كاع كي والو. المهم قلت لكم باللي وتنقول لهم باللي انا نروح في الشمس نزيد نكحال اصلا هكا وراني كحاليت. هذيك الكحوليه اللي طاحت على وجهي تنخلعوا تحسبوني قعدت سيمانه تحت الشمس في البحر ما غسلتش كاع ولا ما خطيتهاش كاع هذيك الشمس. المهم ولات حالتي حاله حتى واحد النهار اللي زاد عليا الحال ومرضت بزاف وليت كي والو. التم فطنت قلت انا يا على راساري لي كيما هاك علاش ما نروحش نرقي علاش ما نروحش نجي على روحي انا بنقعد غير كيما هاك. اصلا الدراري وما جبتش وعجوزتي جامي قالت لي ولا جبدت لي على ما ولدتيش ولا بالعكس كون نجيب الدراري غادي تحصل بيا غادي هذوك ضيافته اللي هي تقومهم. المراه ما تجي تتوحم وما تجي تولد وتربي ولدها وتسهر مع ولدها تصبح راقده 7 عامين ولا 3 سنين غادي تولي تقوم هي الضيافه اصلا ماذا بها ما نولدش. خط راجلي عندي واحده من هذوك زوج متزوجات الزوجه كانت انسانه سلفيه كما نقولوا متجلبيبه تعرف الدين هي سي فغي نقولوا كاع هكا تجي مع امها وكامل وتفيس شويه وكاع بصح الحق تقول لي باللي غير روحي رقي انتيا ما كنتيش كاع كيما هاك. كانت بنيتها
يعني تنصحني اني بنيتها توري لي تقول لي زعما هذه حاجه كاع ماشي نورماتي، كاع ما كنتيش كيما هكا، انخلعت في حالتي كيفاش وليت. ما كاش كاع اللي صحني وقال لي روحي رقي ولا كش ما ديري. كنت نقول لكم باللي راجلي قريب من خواتاته بزاف، الحاجه اللي خمم فيها يقولها لهم اكثر مني. الحاجه بالك اللي نقولها له كيما داك النهار قلت له باللي يوم يصرفوا بنات عماته يصرفوا واعو يشروا الماكله ويشروا علاش نطيبوا ما نطيبوش، حتى هذه الهضره وراح قالها لهم. قلت لكم عندي هذه خط راجلي جايه سلفيه وتبغي الحق، كتقولي باللي راجلك هاش راه يقول باللي ما كاينش شابه راكي منا على زوجتوني بها. قالت لي انا ننصحك تروحي ترقي وتجري على روحك، حالتك ماهيش نورمال. راجل كان مطاير بالفرحه، كان فرحان بيك نهار اللي جبناك، كيفاش ولا كيما هاك ما على بالناش. غير روحي يجري على روحك ورقي، هذه نصيحه في سبيل الله وتبقى بيناتنا. انا كي رحت لدارنا قلت لخويا يدبر لي راقي ورقيت وقعدت مواصله في هذيك الرقيه، واكتشفت باللي دايرين لي سحر تشويه الجمال، يعني نولي نبان ماشي شابه في اعين الناس، في اعين خاصه اعين الزوج تاعي. حتى صحتي وليت ماشي لقيتها، نجري غير مع الطبيب باش نبرى باسكو نحس بالدوخه، ما نبغي نخرج، ما نبغي كراعي، ما نبغيش نحطها برا، كون نصيب نبقى قاعده غير في الدار. غير بالرقيه 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 بديت نتحسن، بديت نشوف باللي هذه كاع ماهيش حاله، باللي راهم مستغليني اكبر استغلال. تخيلوا باللي كنت راح نوصل للطلاق بسببهم. هذا الانسان اللي دار لي لحد الان ما على باليش بيه، والراقي ما قاليش باللي ها شكون دارلك، بصح قال لي باللي هذا سحر تشويه الجمال. يعني نقول لكم باللي وجهي تعمر حب، عيني خمجوا بهذاك الحب، وليت كحله، وليت كاع ماشي نورمال، والسبب مجهول. كون ماشي اخت زوجي كون كامل ما اكتشفتش هذاك الشيء وما عرفتش. المهم الناس اللي كنت ندير فيهم الخير ونطيح ونوض على جالهم هما سبابي، وراني متاكده، بصح شكون بالضبط ما على باليش. في الأخير كانت هذه هي حكاية اليوم، كانت هذه هي قصة تاع اليوم باش تدو منها العبرة. خلوا يعني تعليقات اللي عندكم قصص كيما هادو في التعليقات، خلوا لي يعني آراءكم على هذه القصة. بلا ما تنسوا بارطاجيو الحكاية مع أحبابكم زملائكم الناس اللي تبغوها، وإن شاء الله نتلاقاو في قصة وحكاية جديدة.